سيداتي وسادتي، طيب الله أوقاتكم أينما كنتم بكل خير. أحييكم وأقدم نشرة أخبار المساء من الفضائية الإريترية والمستهل بالعناوين. بدأ التدريب العسكري لمنتسبي الدفعة 37 في ساوة. سوق الماشية يسهم في رفع الإيرادات في مايدنا. ارتفاع نسب الولادة في عيادة أدربة. عشرات القتلى بين جنود ومدنيين في هجوم شرقي بوركينا فاسو. وزير دفاع أمريكا يحدد اليابان شريكا لا غنى عنه لمواجهة الصين. تحطم أول صاروخ مداري أوروبي بعد ثوان من إطلاقه. السلام عليكم ورحمة الله. بدأ منتسبو الدفعة 37 من الخدمة الوطنية الذين أنهوا عامهم الدراسي 2024-2025 بدأوا في 24 من مارس التدريب العسكري والسياسي اليوم 31 من مارس. أوضح قائد مركز تدريب الخدمة العسكرية العقيد دبساي قدي في مناسبة بدء التدريب العسكري القوانين واللوائح الداخلية للمركز، وأعرب عن ثقته القوية لإتمام المهمة بنجاح بالانضباط العالي الذي اكتسبوه. وقال إن ساوة هي مكان تحمل الشباب لمسؤوليات أعلى من خلال غرس القيم الوطنية والثقة بالنفس، وذكرهم بإكمال المهمة المتبقية بشجاعة وتعاون متبادل والانتقال إلى المرحلة التالية من الحياة. وذكر أن التدريب يجمع بين النظري والتدريب العملي، مضيفا أن المهنية والحكمة التي أظهرها مقدمو الرعاية تستحق التقدير. وأكد منتسبو الدفعة 37 من الخدمة الوطنية أنهم فهموا التعليمات واللوائح وسيبذلون قصارى جهدهم لإتمام التدريب بنجاح. وأضاف قائد مركز تدريب الخدمة الوطنية العقيد دبساي قدي أن تنمية وتوجيه الشباب مسؤولية جميع المواطنين، داعيا إياهم للتعرف جيدا على تاريخهم وثقافتهم المفخرة والحفاظ عليها والعمل بقوة لنماء الوطن. أفاد مدير بلدة مايدم السيد محاري الأزهر ارتفاع الإيرادات التجارية من سوق المواشي، وقال إن سوق المواشي الذي ينشط كل يوم خميس في الأسبوع يعتبر من مصادر الدخل الرئيسية، ويستقبل تجار مواشي من إقليمي الجنوب والقاشبركة، ويسهم ذلك في زيادة فرص العمل للمرافق الخدمية التجارية والخدمية الأخرى. وذكر بأن عدم وجود بنية تحتية خاصة بالسوق يؤثر سلبا على الإيرادات. وأوضح أن تركيب أجهزة الطاقة الشمسية لتوفير خدمات الكهرباء للبلدة والقرى المحيطة بها قد وفر قوة دافعة لازدهار المرافق التجارية الجديدة. وأشار إلى وجود 8 مدارس من المرحلة التمهيدية للمرحلة الثانوية ومركز صحي واحد و12 محطة لتوزيع المياه. وقال إن المزارعين المشاركين في أنشطة البساتين يقدمون مساهمة جيدة في توفير الخضر والفاكهة. تحقق عيادة أدربة في مديرية عيلة براد التي افتتحت عام 2020 نتائج جيدة في أنشطة التوعية الصحية التي تقوم بها إلى جانب خدماتها. وأوضح مسؤول العيادة الممرض سعيد حميدة لوكالة الأنباء الإريترية تخفيف المصاعب الصحية في المجتمع عامة والعناية بالأمهات والأطفال خاصة، مشيرا إلى ارتفاع كبير للحوامل المراجعات للعيادة والاستفادة من غرف انتظار الحوامل. وقال مدير إدارة الضاحية السيد سموان بخرزين إن الخدمات الاجتماعية الأخرى يتم الإيفاء بها أيضا من وقت لآخر، مضيفا إصلاح طريق ترابي بطول 23 كيلومترا من حليب منتل إلى بيلو بمساعدة الآليات. وأشاد بالمشاركة الشعبية في سد النقص في مؤسسات الخدمات الاجتماعية، وحث على توسيع خدمات إيريتيل وإيجاد حلول لمشكلة النقل وتجميع القرى. وتقع إدارة ضاحية أدربة وهي واحدة من 14 إدارة ضاحية في مديرية عيلة براد على بعد حوالي 30 كيلومترا شمال غربي عيلة براد.
عقد اجتماع في مديرية صنعاء لتقييم الأنشطة التي نفذت لإصحاح البيئة وضمان الصحة العامة. ودعا مسؤول الخدمات الصحية في المديرية السيد سير الأزهر إدارات الضواحي إلى العمل الجاد للمراقبة والمتابعة لضمان استخدام دورات المياه في المناطق الريفية. وقال إن ضمان نظافة البيئة يتطلب الوقت والوعي، ودعا إلى اتخاذ إجراءات جادة لزيادة نسبة استخدام المراحيض التي وصل انتشارها إلى 76% على مستوى المديرية. وأوضح مسؤول الخدمات الاجتماعية بالإنابة السيد قرماي قبرهوت إن نظافة البيئة تلعب دورا رئيسيا في ضمان صحة المجتمع. واقترح المشاركون إجراء الدراسات للتعرف على الوضع والمراقبة للتأكد من عدم إلقاء القمامة والقيام بحملات توعية لمكافحة الأمراض الناجمة عن نقص النظافة. في غضون ذلك أجرى سكان إدارة ضاحية أسندة في مديرية أسماط حملة نظافة تهدف إلى الوقاية من الأمراض الناجمة عن نقص النظافة. قام مكتب وزارة العمل والرعاية الاجتماعية في مديرية أسماط بتأهيل 15 أسرة محتاجة بالماشية، وقد تم تأهيل الأسر بقيمة 10,000 نقفة لكل أسرة، وهي من إدارات ضواحي شقالة وأسماط وهويش وشاكا وغريت وأسندة ومبلداي وأوروتا وإيران. وقال مسؤول مكتب وزارة العمل والرعاية الاجتماعية في المديرية العقيد صالح إدريس إن الجهود مستمرة لدعم الأسر المحتاجة. من جانبها ناشدت مسؤولة الرعاية الاجتماعية في مكتب وزارة العمل والرعاية الاجتماعية في إقليم عنسب السيدة جنت هبته الأسر المدعومة إلى العمل لتحسين حياتها المعيشية. بعد الفاصل سادتي أعود بالأخبار الخارجية. قتل عشرات الجنود والمدنيين في مجموعات مساندة لجيش بوركينا فاسو في هجوم يشتبه بأن جماعات مسلحة نفذته في شرقي البلاد، وفق ما أفادت به مصادر محلية وأمنية لوكالة الصحافة الفرنسية. وقال مصدر أمني في المنطقة إن هجوما عنيفا استهدف وحدة دياباغا كبرى مدن مقاطعة تابوا في المنطقة الشرقية، وخلف عشرات القتلى وعددا كبيرا من الجرحى، موضحا أن الضحايا هم جنود ومتطوعون مدنيون يساندون الجيش. وأضاف المصدر أن الوحدة تعرضت لنيران كثيفة من مئات المهاجمين. وتواجه بوركينا فاسو منذ 2015 هجمات تشنها جماعات مسلحة مرتبطة بتنظيمي القاعدة والدولة الإسلامية، أسفرت عن أكثر من 26 ألف قتيل، وأجبرت نحو 2,000,000 من سكان البلاد على النزوح، وفق منظمة أكليد غير الحكومية التي تحصي ضحايا النزاعات في العالم. وصف وزير الدفاع الأمريكي بيت هيكث اليابان بأنها شريك لا غنى عنه في ردع التصعيد العسكري الصيني المتزايد في المنطقة، وأعلن عن ترقية القيادة العسكرية الأمريكية في اليابان إلى مقر حرب جديد. كما قال هيكثيث الذي يقوم بأول زيارة له إلى آسيا، حيث كانت اليابان محطته الثانية فيها، إنه من الضروري أن تبذل الدولتان المزيد من الجهد لتسريع تعزيز قدراتهما العسكرية في وقت تواجه فيه المنطقة تصاعد الأنشطة العسكرية الصينية واحتمالية حدوث طوارئ في اليابان. وتأتي تعليقاته في وقت حساس والذي كانت فيه اليابان قلقة من كيفية تغير التفاعل الأمريكي في المنطقة في ظل سياسة أمريكا أولا التي تبناها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حسب ما قال مسؤولون يابانيون. كما هدد ترامب بفرض تعريفات تجارية على اليابان، وهي حليف رئيسي للولايات المتحدة، مما زاد من بواعث القلق. تحطم أول صاروخ مداري يطلق من أوروبا، وتحديدا من قاعدة أندويا الفضائية النرويجية في القطب الشمالي، بعد رحلة استمرت لبضع ثوان فقط. وبعد الإقلاع بدأ صاروخ سبيكتروم المؤلف من طبقتين، والذي ابتكرته شركة إيسار ايروسبيس الألمانية الناشئة في التأرجح، ثم استدار قبل أن يسقط على الأرض، مما أحدث دوي انفجار قوي على ما بينت مشاهد. ويتمتع الصاروخ المداري بقدرة على وضع حمولة مثل القمر الاصطناعي في مدار الأرض أو خارجه،
وقبل عملية الإطلاق التي أرجئت مرات عدة بسبب الظروف المناخية غير المواتية، أشارت إيسار سبيس إلى أن أملها ضئيل في الوصول إلى مدار الأرض مع عملية الإطلاق التجريبية الأولى. ختاما لهذه النشرة إلى حضراتكم تذكير بأبرز العناوين. بدأ التدريب العسكري لمنتسبي الدفعة 37 في ساوة. سوق الماشية يسهم في رفع الإيرادات في مايدنا. ارتفاع الولادة في عيادة أدربة. عشرات القتلى بين جنود ومدنيين في هجوم شرقي بوركينا فاسو. وزير دفاع أمريكا يحدد اليابان شريكا لا غنى عنه لمواجهة الصين. وتحطم أول صاروخ مداري أوروبي بعد ثوان من إطلاقه. انتهت نشرة أخبار المساء قدمتها لحضراتكم من الفضائية الإريترية. شكرا لمتابعتكم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.